بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. مساء الخير عليكم اخواتاتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. كما اليوم كالعادة والعوايد جبت لكم واحد الوصفة يعني تندار في رمشة من العين. هي عبارة عن حلوى خفيفة ظريفة، يعني قمت بها في المساء لقهوة العصر إن شاء الله بإذن الله. وعلاه لخاطرش مبغيتش نصنع حاجة اللي تدي لي الوقت، راني مع راكم عارفين مع التخمة تاع القش نتاعي مع صوالحاتنا، لخاطرش راني صاي ديسيديت باش نخرج وشويه باه واحد يبدل الجهه الاجواء ويحوس شويه يقلع على خاطره. كما راكم عارفين دائما الخدمه دائما للدار دائما هكذا، لازم واحد دروك يعطيه الراحه شويه لنفسه. كما دائما نقولها ونعاودها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن لحقك أو لبدنك عليك حق. لازم الإنسان شوية كما ولو أنه هذه المقولة نوعا ما شوية ماهيش بصح، كما نقولوا شوية ربي شوية قلبي، يعني هكذا فيفتي فيفتي. المهم ولو أنه الأكثرية هي ربي سبحانه وتعالى، فقط مجرد المزاح. هنا كما راكم تشوفوا هذه الوصفة، يعني هي عبارة عن حلوى. نحتاج المقادير التالية: نجيبوها غيسبيون تاعنا، نجيبها أنا ساشي دو لوفيغ عادي، هنايا نصف كاس تاع الزيت العادية، وحبة بيض، وال 4 كويار 4 مغارف تاع السكر كلاص، ولا ما عندكش ديري كريستاليزي، وبيان ديري يعني كيفاش يسموها والمايزينا، تقريبا واحد 2 كويار بومبي ولا 3 هكذا، ماهوش معمرين بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا الحاجه اللي بديت بها هي الاولى: نجيب الغسبيون تاعي، ندير فيه هذيك الحبيبه تاع البيض، نزيد فيها هذاك نصف الكاس تاع الزيت العاديه، ومن بعدها نزيدوا هذا لو بو تاع يعني تاع الياغورت. هنا راني دايره تاع الخوخ، وانتم على حسب النكهه، لاخاطرش انا في الفاكهه كامله نبغي الخوخ. المهم وراه وقته الان ليسونسيال. ومن بعدها نزيدوا المكون الاخر، وهنا يعني هي لي 4 كويار السكر تاع سيخي كلاسي. المهم هنايا باش ما ولو انه هنا جاتني باش يكون في علمكم اني ما نبغيش السكر بزاف في الماكله. هنا كما راكم تشوفوا تبغوا تزيدوا لاخاطش تجي نوعا ما شويه صامت، ولو انه من بعد نسي بودري فوق لو سكر هذاك الكراسي. هنا هذيك حبوب الشيا هذه حبوب الشيا روعه روعه روعه، عندها واحد المفعول في الكور، بمعنى اللي ما تحتويه من فيتامينات، وخاصة اللي يكون يدير في الرجيم. هنا ملي حاب بيان هنايا انت لك الخيار، تقدر ديريها تقدري ما ديريهاش كما راكم تشوفوا هنايا. ولازم هنا نخلطوا كما ينبغي، نضربوا حتى يدخل هذيك المكونات فيما بينها. وكما تعرفوا ايضا لخطرش هذه الحلوى باش تجيك صادقه لازم تضربي مليح في الديبي. هنا قادر ديري لو باتور هذاك، ولا كما راكم تشوفوا هنا يعني الضراب اليدوي العادي. ومن بعدها يعني نزيدوا المكونات الاخرين كما راكم تشوفوا هنايا معايا. بغيت نهضر لكم في واحد الموضوع اليوم، ودائما كما تعرفوني نبغي نفيد وبزاف، لانه تبقى صدقه جاريه. ما على بالنا باللي الاكل هذا نديروه ونستفادوا منه، بصح راهي كاينه وين تشعلي تصيبي، يعني وين توجي تصيبي يعني هذه حلوه، هذا طبخه، هذه كذا. لكن المواضيع المهمه واللي الانسان يدي عليها اجر هي اللي نحتاجوها في ذا الوقت، خاصه في الوقت اللي رانا عايشين فيه. كما شفتوا هنا زدت ديكوير تاع لي مايزينا. من بعدها كما قلت لكم اليوم اشارت لي ولا كانت واحده مسكينه، يعني هي معايا قالت لي علاه ما تتكلميش على العلاقه الافراد يعني في الاسره، يعني وخاصه بين العلاقه الاخويه. إذا قلت اللهم أيضا هذا موضوع مهم وشائع، ورانا شايفين الوقت اللي رانا فيه كل واحد يغلق على نفسه، ولا واحد عنده يعني علاقة بالآخر. يعني حتى أنه أصبحت العلاقة تقريبا بين الأخوة والأخوات كأنها علاقة عدوانية، حد ما يعرف حد. إذا لهذا السبب يعني لازم نتعرض لهذا الموضوع كما قالت لي، بمعنى أنها هي عايشة وحدها تقريبا، يعني لا أخ ولا أخت يسقسوا عليها. فقط بغيت قبل باش نرجع للموضوع نتاعي، هنا درت لافارين هذيك، ولا كما تقولوا يعني المهم الدقيق الأبيض،
ودرت لو ساشي هذه تاع لا ليفور كيما راكم تشوفوا هنا البورطابل نتاعي، راني جا حكمته بيدي، مانيش متعودة نحكمو بيدي، دايمًا دايرة لو سيبور، والسيبور هذا تكسر لي اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا ما ديروش ساشي كاملة باش تكون مصداقية، لأن تجي هذيك البنة تاع لا ليفور قاطعة تاع يعني الخمارة، أمالا نحتاجو هنا نصف العلبة، وأنا كي كنت حاكمة البورطابل يعني كي جيت نفرغ تفرغت لي كامل، لا علينا. المهم ما توقعوش في نفس الخطأ اللي وقعت فيه أنا، وتبقاو تضربوا وتزيدوا لافارين، يعني ما تبقى لكم من العجينة طرية بزاف ولا ناشفة بزاف، تكون بين بين. كما راكم تشوفوا هنا راني معاناة بالبورطابل في جهة يعني، وراني نرون ولا نخلط بجهة بيد واحدة. المهم كما قلت لكم من هذه العلاقة يعني هنا أصبحت علاقة يعني فيها تنافر، فيها بعد، فيها بغض، فيها يعني وكاين بزاف أسباب، يعني تقريبا توجدوا هذو الخو ولا هذو الخوتات زادوا من بطن واحدة، يعني كانوا في بطن واحدة، وإذا بهم يعني تكون العلاقة طيبة، يكونوا من بيناتهم يكونوا الوالدين يكونوا متحابين، حتى ولو ما كانوش الوالدين يعني يكونوا متحابين يكونوا كذا، لكن من بعد تجي مع مرور الأيام هذوك الإخوة والأخوات يكبروا، يعني توجد هذا الإخوة يولوا عندهم أولاد، يولوا عندهم زوجات، وأيضا البنات يكون عندهم أزواج، يكون عندهم بنات، ومن بعد تولي هذاك يولي اللقاء ويولي هذا يعني وليدي دار، بنتي دارت، بنتي قالت، يعني الزوجة تاعك قالت لي، الزوج نتاعي قال لي، وهكذا. إذا لتفاهات الدنيا، لحطام الدنيا، يكون هذا التناحر وهذا البغض. وما ننسوش بمعنى أنه يعني ربي سبحانه يعني حتى في القرآن مذكور أنه لابد أن تكون هناك علاقة يعني وطيدة بين الأخت وآخر، والأخ ولا الأخ والأخ نتاعو وهكذا. إذا علاه عندي واحد المثل يعني ممكن قليل اللي سمع به، يضرب عادي والله. شوفوا والدينا واللي سبقونا هدرتهم مدوان كبروا ونصيبوها، شوفوا ما كان لا تعليم لا هم يحزنون. أنا اللي ندوها، شوفوا اللي ندوها من أفواه والدينا والله ما وجدناها في الكتب، بالعكس يعني كل كلمة قالوها، كل مثل يقولوا، كل بمعنى أي حاجة قالوها لنا تبقى يعني كأنه قريتي كتاب عليها، يعني ما توجدوهاش، والعبرة لمن يحتبر. هنا كما قلت لكم يعني هذا المثل ماذا يقول؟ يقول لك شوفوا ال ال كيفاش نقولوا، الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود. نعاود لكم هذه المقولة، بمعنى ولا هذا المثل ماهيش مثل شعبي، هذا يطلق أنه يقول لك الأخ بمعنى الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود. ممكن كاين البعض اللي ما يفهمش هذا المثل، نوضح هذا المثل ايش هو، بمعنى أنه الوليد تقدري تولدي، تقدري تجيبي، يعني لك الفرصة. الزوج كاين لو طلقتي ولو ما تفاهمتيش ولا كاين غيره تتزوجي، بصح الأخ ما يتعوش، مفقود. إذا فقدتيه تفقدينه للأبد، سواء يعني الأخت ولا الأخ. لهذا من هذا المنبر بمعنى أنه شوفوا مكاش كيما يعني يكون هناك علاقة أخوية، لأنه الأخ هو السند للأخت، والأخت هي السند للأخ. يعني لا نضرت الأخت تشكي لخوها، ولا نضر الأخ يشتكي لأخته، يعني وتكون علاقة وطيدة بيناتهم. مانيش نقول بمعنى تكون على حساب حياته الشخصية ولا على حساب حياتك الشخصية، بالعكس. أنا عندي خويا نتهلا فيه، عندي أختي نتهلا فيها، بمعنى هذا هو يعني هذا هو الصح، بمعنى أنه هذا الأخ ولا الأخت اللي راحت يعني على أتفه الأشياء من بعد، بمعنى أنه تكون هناك خسارة كبيرة لأي واحد، لأي طرف من الأطراف. لهذا السبب يعني ما لازمش دايما
واحد مانيش عارفة أنا، الإخوة أصبحوا يتقاتلوا مثلًا ولا يتكارهوا ويتباغضوا على حاجات تافهة، أنا نسميها حطام هذه الحياة، لا فائدة منها، يعني ما تستاهلش باش نخسر أختي ولا نخسر خويا، لأنه أختي ولا خويا يعني هي النفس ولا الروح اللي نعيش بيها، الهوا اللي نتنفسو. بصح بزاف الآن يعني كاين ماشي غير الأخ، كاين اللي راهم يسمحوا في ماليهم ولا في بابياتهم ولا في أمهاتهم على جال هذه الأمور الدنيوية الزائلة التي لا طائل منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. من هذا المنبر يعني كل أخ راه معادي أختو، ولا الأخت بمعنى معادية أختها، ولا خوها بمعنى ارجعوا لربي سبحانه وارجعوا لبعضياتكم، وهذا يشد هذا وهذا يعني يبغي هذا وهذا يخاف على هذا، لأنكم زدتوا من بطن واحدة، وما كاش ما الأخت ما تتعوض والأخ ما يتعوض، لأنه هذه سنة الحياة. وراكم تشوفوا ممكن بعض الأحيان تكون في آخر لحظة كي يجي هذا الإنسان يموت، ولا كاين بعض الأحيان ترشق له هذيك الموت، علاه لازم يشوف أخته ولا يشوف خوه ولا يشوف الأم نتاعو ولا من هذا القبيل. يعني ما تخلوش رواحكم توصلوا لهذه الدرجة. وهذه الإنسانة اللي يعني وثقت فيا وقالت لي تهدر على الموضوع هذا وما نذكرش الاسم نتاعها، أنه ربي يهديكم ويلين قلوبكم ويزرع المحبة في قلوبكم وفي قلوب جميع من يسمع هذا الفيديو، بمعنى أنه اللي كان غلط ولا يعني ما زال الوقت أنه تروح تطلب السماح من أختك ولا تطلبي السماح من أختك وتعاودوا العلاقة اللي كانت من قبل، وربي يهدينا ويهديكم، لأنه هذه الدنيا حبلها قصير وما ندو منها والو. وعلى بالكم باللي قطع صلة الرحم هي قطع حبالنا مع الله سبحانه وتعالى، والويل ثم الويل اللي يقطع حباله مع الله سبحانه وتعالى. شابه يربح من هذه الدنيا، لا دراهم ينفعوا ولا أولاد ينفعوا ولا حتى واحد ما ينفعك. تنفعك يعني هذيك الكلمة الطيبة، ولا هذيك الصدقة ولا المعروف اللي خرجته، ولا هذيك العلاقة الطيبة مع أهلك سواء خاوتك ولا خواتاتك ولا والديك، هذا من ضمن هذه الدنيا، ولا العمل الصالح نتاعك. لأنه كل واحد يوم يعني يكون ذاك يوم الموعود كل يفر بنفسه يقول نفسي نفسي، لا أحد يعني ينفع الغير. فلهذا السبب تحابوا فيما بينكم، لأنه هذه الدنيا كما قلت لكم يعني مصيرها قصير. المهم ربي يهدي الجميع، ويعني يهدي خواتات وخوت هذه الأخت. ربي يكون في عونك وربي يهديهم إن شاء الله يكونوا يسمعوا في هذا الفيديو نتاعي. المهم كما راكم تشوفوا هنا الحلوة نتاعنا كيفاش جات حمرا وتجي خفيفة شيشة بنينة، تعرفوا ما تأمنوش كيفاش جات. ما تشربش، تبان لكم بأنه هنا الزيت بزاف، بصح ما تشربش. وفي آخر الفيديو نوريها لكم. فقط الحاجة الديفو اللي جا فيها وانا دائما بمصداقية أنه كانت فيها لا ليفير، بمعنى الخمارة دائما هي يا ديري ان كويير هكذا تكون بمعنى ان كويير تكون بيان بومبي نتاع لا ليفير صغيره كافي، ولا ديري نصف علبه عبري، ما ديريش علبه كامله. هنا انا يعني بغيتهم هكذا، ما بغيتشهمش صفرين. ولو انه الفيديو هنايا راه الكاميرا ولا راه يتبان شويه كي شغل فاتو الطيب، بالعكس جاو حمرين ما شاء الله يعني هشاش. وكما قلت لكم تقدروا تزيدوا ايضا الكميه تاع السكر، لانه انا درت السكر نوعا ما قليل، انت قادره ديري نصف كاس يعني فايت نصف كاس هكذا باش تجيك في هذا المقادير تجيك الحلو نتاعك، يعني تجي فيها عفوا يجي فيها السكر نوعا ما. هنا وتحاولوا تصفوا، انا درت البابي ابسوربون هنا قبل ما ندير عليهم من بعد لو سكر غلاس، وقطعت لي كميه هائله وافره يعني ما شاء الله. كما قلت لكم
كيما راكم تلاحظوا هنايا راه يبان اللون نتاعها قاتم، ولو انه هي هذا هو اللون نتاعها يعني جات صفراء، فقط هنا راه يبان بهذيك الطريقه. اذا كيما قلت لكم ديروها في بابي هنا ابسوربون باش تشرب لنا كامل هذيك الزيت، ومن بعد وهي سخونه تحكموا يعني هنايا اي اسيات ولا تاعكم هنايا اللي عندك، وتحكمي المصفات هذيك العاديه، وتسودري كامل يعني تغربلي إن صح التعبير هذاك لو سكر فوقها. اذا وتجي واحد الطراوه وواحد الهشاشه وواحد الوقوم عندي ما نقول لكم. اذا تجي روعه روعه، وكما راكم تشوفوا الان يعني عطت لنا كميه وفيره ما شاء الله، ماهيش كميه يعني قليله. وهنا انا درتها لقهوه العصر كما قلت لكم، والكميه اللي تبقات يعني كنت ديتها معايا لاخاطرش ما نقدرش نخليها ورايا على بالي تبقى يعني تيبس. هنا كما راكم تشوفوا، شوفوا هذيك الحبات السوداء هذيك هي الحبوب الشيا، وجات تخفيفه قسمت لكم هنا راني حاكمه بورتابل بيد وراني نوريكم بيد الاخرى. شوفوا هنا ماهيش متشربه السكر عفوا الزيت، يعني وانتي ديريها في رمشه من العين، يجيك ضيف على غفله يجيك كذا، بمعنى في رمشه من العين با 5 مينوت تكوني درتيها طيبتيها حطيتيها ما شاء الله. هنا يعني مهم ما تنسونيش باللايك، ما تنسونيش بالدعم، ما تنسونيش بدعوى الخير لي والوالدية الله يرحمهم ويوسع عليهم. كما قلت لكم هنا من جهة واحدة أخرى يعني كنت وجدت قشي هنا بكرنا بزاف بكري لاخاطرش بلاصة اللي أنا رايحة ليها بعيدة يعني، وعندي واحد الربابج ما عندي ما نحكي لكم، راكم تعرفوا كي نولوا خارجين لمي هذه لمي هذه، مع انه شويه مهم الفتره اللي راح نمكثها في المكان اللي رايحه ليه شويه لازم يحتاج لهذه الامور. هنايا كما راكم تشوفوا وجدت لافاليز نتاعي هنايا يعني الامور تاعي وبلا الكابات اللي راهم على جي. ونزيدك نوريكم هنا شاتي راني دهيتها معايا تحوس ايضا، هي تقرا على خاطرها دائما في الدار، دائما غالقه عليها راهي